لعل الجميع يتساءل عن سبب تهافت وتسابق العالم إلى كسب ود المغرب ومساندته في جميع مواقفه ودعم جميع قضاياه، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، ليس فقط بسبب سياسته الخارجية الأكثر من ناجحة، ولا لحنكة ملوك الدولة العلوية الشريفة المتوارثة ملكا عن ملك بعد زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب في زيارة دولة، والكل يعرف ماذا تعني زيارة دولة، ليأتي الدور على أقوى الدول اقتصاديا وأكبرها الصين. فلماذا يقرر رئيسها الرجوع مباشرة من لقاء قمة العشرين، 20 أقوى دولة في العالم، وعلى عجل لزيارة دولة المغرب الشريف؟ هل تعلم ما هو السبب الحقيقي؟ هل أنت مستعد؟ ولأزيدك من التشويق بيتا، أعطى المغرب مشاريع وصفقات هائلة للصين، لكن بشروط المغرب التي تتمثل في عقد شراكات مع الشركات المغربية للاستفادة من خبرة العملاق الصيني، إضافة إلى التكلفة المنخفضة في إنجاز المشاريع الكبرى. ولذلك وقع مع الشركات الصينية لتمديد خطوط السكك الحديدية لقطار البراق وغيره الكثير، ودون ضجة إعلامية كبيرة، وكل ذلك في صالح المغرب، وسيعفي خزينة الدولة من مبالغ هائلة لو أخذت هذه الصفقات دول أخرى كفرنسا وغيرها. وهذه هي أنجح سياسة، التفكير في مصالح البلاد ومؤسساته، والخروج من تبعية القطب الواحد. وكما أن الصين انسحبت من مشروع الفوسفات بالجزائر بتبسة، لأن النظام العسكري الجزائري ليس له أي علاقة بالتجارة والمعاملات وإبرام الصفقات التي تعود بالنفع على البلاد والعباد، وكيف له ذلك وكل وقته يضيعه في الإحاكة ضد جاره المغرب الشريف؟ لأن الفوسفات المغربي هو الأأمن والأرخص تكلفة، ولأن المغرب هو من سيظهر في المستقبل القريب بصورة واضحة وللعالم أجمع على أنه منقذ البشرية جمعاء وأهم دولة في العالم. نعم، لقد سمعتني جيدا، أهم دولة في العالم. ابتعدوا عن التفاهات وتعالوا لنعرف كيف سيكون المغرب أهم دولة في العالم. هل أنت مستعد؟ فلنباشر على بركة الله. هل تعلم وبسبب النمو الديمغرافي للعالم الذي يزداد بوتيرة مهولة وصل إلى 200 ألف مولود جديد في اليوم؟ نعم، في اليوم. إننا قريبا سننتقل من 8 مليار إنسان إلى 10 مليارات إنسان على وجه الأرض، أي 2 مليار بطن إضافية وجب إطعامها. وبسبب تقلص الأماكن الصالحة للزراعة وتغير المناخ، كيف سوف تكفي هذه المحاصيل لكل هؤلاء الناس؟ الجواب يكمن في فوسفات المغرب. فبواسطة الفوسفات يمكننا إنتاج الأسمدة، التربة والأماكن الصالحة للزراعة لإنتاج مصالح أكبر وأكبر لسد حاجيات العالم من الغذاء، إضافة إلى استخدام الفوسفات في كل الصناعات الحديثة الثقيلة منها، وكذلك الدقيقة جدا كصناعة الشرائح الإلكترونية والصناعات الحديثة، ومنه يستخرج اليورانيوم وغيره الكثير. يستخدم الفوسفات في إنتاج الرقائق الدقيقة والخلايا الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، ويدرج الفوسفات والفوسفور في قائمة الاتحاد الأوروبي للمعادن ذات الأهمية الاقتصادية. لكن كل من أوروبا والولايات المتحدة تعتمدان اليوم بشكل كبير على موردين من الخارج، مع تزايد المنافسة مع الصين وروسيا. وتوجد رواسب الفوسفات الأكبر حول العالم في المغرب، وقريبا سينتهي من كل دول العالم. نعم، كل دول العالم،
وقد بدأت بعض الدول في وقف تصدير الفوسفات لسد حاجياتها الداخلية كروسيا والهند، وستتبعهم الصين وباقي العالم. وعلى أقصى تقدير وفي حدود العام 2040 سيخلو للمغرب كل السوق العالمي، وسيرتفع ثمن الفوسفات إلى أضعاف مضاعفة، سيكون أغلى من الغاز والنفط، بل سيكون أغلاها على الإطلاق. وبإمكان المغرب حينها ليس فقط قيادة المنطقة، بل قيادة العالم بأسره، والتأثير على قراراته باحتياط يكفي العالم لأكثر من 1500 سنة المقبلة. فكيف لا يتهافت العالم على كسب ود هذا العملاق المغربي؟ وكيف لا يكون هناك أطماع لتقسيم هذا البلد المبارك ومنعه من التحكم بإكسير الحياة لوحده؟ على كل مغربي ومغاربي أن يعرف لماذا كل هذا الزخم من المناوشات والأطماع التي تترصد هذا البلد، وأهميته القصوى لقلب موازين القوى والنهوض بالمنطقة ولما العالم. ما زال المغرب يحارب لوحده في صمت وبحكمة ملوكه وشعبه وبخارطة طريق طويلة الأمد. سنزيد صبرا وأملا في مستقبل أفضل، جنودا مجندين تحت راية الوطن والدين، وشعارنا الأبدي المهيب: الله، الوطن، الملك. نعلم أن الكل سيحارب هذا الوطن ولن يدعوه يقف شامخا، لكنه يأبى إلا أن يقف.